ليه لما بنحب بنبقى عاملين زي المجانين؟ ويا ترى هو الحب ده فعلا اكبر خدعة بيعملها المخ عشان يسيطر علينا؟ طب لما احنا بنيجي ننسى، هل ده ضعف من الذاكرة ولا هدية من ربنا عشان نقدر نكمل حياتنا؟ احنا لما بنحب المخ بيفرز 3 مواد كيميائية خطيرة: دوبامين، اوكسيتوسين، وسيروتونين. دوبامين هو المسؤول عن السعادة والنشوة، بيخليك تحس انك مش محتاج اي حاجة غير وجود الشخص اللي قدامك. الاوكسيتوسين بيسموه هرمون العناق، هو اللي بيخليك تحس بالامان والدفى. السيروتونين بينظم مزاجك، عشان كده الحب بيخلي الدنيا كلها وردي. العلماء اكتشفوا ان الحب مش بس احساس، ده شبه الادمان. لما العلاقة بتفشل والشخص بيسيبك، المخ بيتصرف كأنه فقد جرعته اليومية من المخدر. في مرض اسمه بروكن هارت او متلازمة القلب المكسور، اعراضه زي الازمة القلبية بالظبط، وبيبان في الاشاعة انه واقعي 100%، وده بيثبت انه حرفيا انك تموت من الحزن على فقدان الحب. بس على الناحية التانية، الحب ممكن يكون أقوى دافع في حياتك. دراسات بتقول إن الناس اللي في علاقات صحية بيعيشوا أطول ومناعتهم أقوى، والأغرب إن لما حبيبين بيمسكوا إيد بعض، نسبة الألم عندهم بتقل بنسبة كبيرة. يعني مجرد وجود شخص بتحبه جنبك ممكن يغير كيمياء جسمك كلها. الحب هو اللي بيخليك تعمل المستحيل، وبيخليك توصل لأهداف عمرك ما كنت هتوصل لها لوحدك. من كيس وليلى لروميو وجولييت، قصص الحب فضلت محفورة في كل حضارة. حتى الإغريق زمان كانوا شايفين إن الحب مش نوع واحد: إيروس شغف، فيليا صداقة، أغابي حب نقي بلا شروط. وده بيورينا إننا ساعات بنخلط ما بين الشغف المؤقت والحب الحقيقي اللي بيعيش ويفضل. الحب هو أجمل إحساس، وممكن يخليك تحس إنك مولود من جديد، أو إنك خلاص انتهيت، لأننا بسبب صدمة ممكن ننسى كل حاجة عن نفسنا. النسيان مش خلل، ده نظام تنقية بيشيل اللي ملوش لازمة عشان يسيب مكان للأهم. العلماء بيقولوا إن النسيان بيحصل في الحسين، الجزء المسؤول عن الذاكرة. لو الإنسان افتكر كل حاجة عاشها هيصاب بانهيار عصبي، لأن المخ مش معمول يحمل الكم ده. النسيان هو اللي بيخلينا نقدر نكمل بعد الصدمات. لو ما كناش بننسى كنا هنعيش أسرى للجروح القديمة. الزمن بيخلي الذكريات تضعف عشان نعيش ونستمر. الدراسات بتقول إن الدماغ بيعمل عملية إعادة كتابة للذكريات، يعني كل مرة بنفتكر حاجة هي بتتغير شوية، وده السبب إن مع الوقت الألم بيخف. في الأدب العربي النسيان دايما اتربط بالراحة والشفاء. في الفلسفة الإغريقية اعتبروا إن النسيان هدية من الآلهة للبشر. في علم النفس فرويد كان شايف إن النسيان أحيانا وسيلة دفاعية للعقل، بيخفي الحاجات اللي ممكن تكسرنا. وفي النسيان المؤلم، فقدان الذكريات بسبب أمراض زي الزهايمر أو الصدمات ممكن يخلي الشخص يعيش من غير ما يعرف هو مين. المعلومة الصادمة إن في مرض نادر المصاب بيه مش بينسى أي يوم في حياته، وده بيخليه يعيش في جحيم لأنه متعلق في كل وجع فات عليه. في النهاية النسيان مش ضعف، النسيان قوة. أحيانا بيحرمنا من تفاصيل غالية، وأحيانا بينقذ حياتنا. السؤال الحقيقي مش هل النسيان نعمة ولا لعنة، لكن السؤال: أنت مستعد تنسى ولا هتفضل أسير للذكريات؟ القرار